السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا كوتش مصر؟ النهارده عندنا حلقه جديده وهي حلقه فوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بنتيجه 2-1 في اخر الدقايق، واللي هنتكلم فيها عن النظره الاولى على منتخب مصر افريقيا، تكتيكات كابتن حسام حسن وتدخلاته في الملعب، واحسن واسوأ اللعيبه اللي كانت موجوده في المباراه امبارح. فكفايه مقدمات لحد كده، مش عايز اطول عليك، بس ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب وشارك في القناه عشان يوصلك جديد اول باول ان شاء الله، وتقول رايك في الحلقه في الكومنتات، وتعالى نتكلم على منتخب مصر شويه. تفتكر ان انا ما بنزلش الحلقه بعد الماتش على طول وبستنى لتاني ما انزل الحلقه؟ لو عايز تعرف الاجابه اتفرج على اخر ايه نزلته واتفرج على الحلقه دي هتعرف الاجابه بنفسك. بص، مش هنختلف ان منتخب مصر كان عامل اول ربع ساعه عالميه، باصات كتيره على الارض، تحرك من غير كره، وده اللي خلاك بس في اول ربع ساعه تعمل 3 كور محققه للتسجيل، واحده عن طريق امام عاشور لما دخل جوه منطقه الجزاء وحب يعملها تشيب بس خبطت في المدافع وطلعت بره، والثانيه عن طريق محمد صلاح لما عمل اوفر بشمال وراحت الكوره لتريزيجيه اللي حطها بدماغه بس حاسس طلعها من قلب المرمى، والثالثه نفس كوره تريزيجيه بالظبط، محمد صلاح عملها بشماله وراحت لامام عاشور بس بدل ما تيجي ببطن رجله جت في قصبه رجله وطلعت بره. طب ايه بقى اللي كان مخليك ماسك كوره ومخليك ظاهر بالشكل ده؟ هو امام عاشور. ليه بقى؟ لان امام عاشور اللاعب الوحيد عندك في منتخب مصر اللي بيربط ما بين خط الدفاع وخط نص الملعب والخط الهجوم. امام عاشور بينزل يستلم الكوره من عسكري حمدي يوصلها لمحمد صلاح، وبينزل يستلمها من عسكري مروان يروح يوديها لمحمود حسن تريزيجيه. فوجود امام عاشور كان مخليه اكتر واحد ظاهر بالنسبه لمنتخب مصر، وكان مخلي شكل بالنسبه للمنتخب المصري. فيجي بقى كابتن حسام حسن يقول لك لا انا مش عاجبني السكسي فوتبول والباصات والتحرك من غير كوره والكلام ده كله، انا عايز العب الكور الطويله في ظهر مدافعين زيمبابوي اللي انا عندي سرعات زي محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه يقدروا يروحوا يجيبوا اهداف. هو تفكير منطقي وتفكير صح، لانك انت بتلعب منتخب زيمبابوي يا كابتن حسام، المنتخب اصلا متكتل دفاعيا وما بيهاجمكش وبيلعب تحت الكوره، فانت محتاج تلعب باصات عشان تعرف تكسر خط الدفاع، ما تلعبش الكور الطويله لان انت ما عندكش المحطه اللي يستلم الكور الطويله دي، ولا عمر مرموش ولا صلاح ولا تريزيجيه بيعرفوا يلعبوا الكور العاليه. فكانت النتيجه ان انت لغيت وجود محمد صلاح خالص من المباراه هو ومحمود حسن تريزيجيه، وكان اللعب كله عباره عن انك بتلعب الكره الطويله ومستني الكره الثانيه. وبسبب لعبك الكره الطويله منتخب زيمبابوي مسك عليه الكوره وعمل عليه خطوره وقدر يسجل فيه الجون في الدقيقه 22 بعد غلطه كارثيه من حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد يشيل الجون بنسبه 100%، بس انت برضه يا كابتن حسام هتشيل من الجون ده لا يقل عن 80%. اولا انك انت اصلا قررت انك تلعب بحسام عبد المجيد جنب ياسر ابراهيم، اثنين اول مره اصلا يلعبوا جنب بعض، وانت طول التصفيات بتاع كاس العالم افريقيا ما لعبتش حسام عبد المجيد معاك ولا ماتش، وكمان كان كل لاعبك معتمد على رامي ربيعه وجنبه خالد صبحي او حمدي فتحي. جيت في الماتش الرسمي قررت انك تلعب حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، ومش بس كده تلاعب باك شمال زي محمد حمدي اللي زي ياسر ابراهيم اول مره يلعب جنب حسام عبد المجيد. والكارثه ما توقفش لحد كده، تقدر تقول لي الاثنين 6 اللي بيلعبوا في نص الملعب مروان عطيه وحمدي فتحي في لقطه الجون كانوا فين؟ انت عندك حمدي فتحي كان المفروض ان هو ضامن مع محمد حمدي صح؟ وازاي اصلا اللاعب استلم ولف وعمل باص من وسط الاثنين واقفين يتفرجوا، وعندك مروان عطيه راجع بيتمشى. فكانت النتيجه الكارثه اللي حصلت دي، تروح الكوره للمهاجم اللي بياخدها في ظهر حسام عبد المجيد، والكوره دي شفناها كتير بتحصل في الزمالك، اخرهم في ماتش السوبر الاخير قدام النادي الاهلي جون بن شرقي، نفس الكوره بالظبط اتلعبت في ظهر حسام عبد المجيد، المهاجم استلم وحطها في الجول. هل محمد شناوي يسال؟ والله هو يسال ما يسالش كده هتخش جون. وفي الدقيقه 24 نفس الكوره تيبيكال بتتلعب في ظهر محمد حمدي وحسام عبد المجيد، بتروح للمهاجم اللي بيشوط الكوره ضعيف، بس كابتن محمد شناوي بيمسك الكوره وتقع منه، ولولا تدخل ياسر ابراهيم ويلحق الكوره من على خط الجون كان زمانه هدف ثاني بالنسبه لمنتخب زيمبابوي، وكان هيصعب الامور اكتر واكتر بالنسبه لمنتخب مصر. فالمفروض بقى يا كابتن حسام انت شفت ان الكور الطويله ما جابتش معاك اي فايده، وبالعكس خلت منتخب زيمبابوي يمسك عليه الكوره، ننزل الكوره على الارض ونلعب كوره ونلاعب صلاح والناس دي كلها. لا، كابتن حسام حسن قرر ان هو يعمل تغيير تكتيكي زي ما هو طلع واتكلم وطلع امام عاشور من الملعب ونزل مصطفى محمد. ليه نزل مصطفى محمد؟ عشان يبقى هو المحطه اللي تلعب عليه الكور الطويله، ويبقى انت رسميا بتلعب من الدقيقه 30 بتكتيك العب الكوره على مصطفى محمد وبس. وده اللي خلى منتخب مصر في اخر ربع ساعه من الماتش ما يظهرش الا بحلول فرديه كانت اخطرهم من عمر مرموش، الشوطه اللي شاطها من بره منطقه الجزاء وخبطت في ايد الحارس وفي العارضه وطلعت ركنيه، والركنيه دي اتلعبت تسجيل لعبه بدماغه بس راحت في ايد حارس المرمى. وكابتن حسام حسن نزل الشوط الثاني برده بنفس الطريقه، الكور الطويله، والكور الطويله دي اللي قتلت واحد زي محمد صلاح، لان محمد صلاح ما بيعرفش يلعب الكوره الهواء، محمد صلاح عايز الكوره في رجله، فده اللي خلاه ملوش اي ظهور في المباراه في الشوط الثاني. وكمان واحد زي محمود حسن تريزيجيه نفس الكلام، ما بيعرفش يلعب الكوره الطويله، فبيستنى الكور الثانيه تجيله وياخد الكوره بسرعته زي ما شفنا في لقطه التمثيل المضحكه اللي هو عملها في لقطه ضربه الجزاء. وده اللي خلاك كانت اول محاوله ليك في الشوط الثاني كان عن طريق عمر مرموش برده بحل فردي في الدقيقه 54 لما استلم كوره من نص الملعب ودخل جوه منطقه الجزاء وشاطها، الحارس تعدي من تحت ايده وتطلع للركنيه. فانت كده رسميا بتلعب بتكتيك اللي بيعرف يعمل حاجه في الملعب يعملها. واستمرار لقرارات كابتن حسام حسن الغلط كان اكبر غلط بالنسبه له في الماتش ده هو مشاركه كابتن محمد الشناوي في حراسه المرمى النهارده. عارف لما تروح حجز مع اصحابك ويجي عليك دول عشان تقف جون وتقول لهم ما بعرفش اقف جون، يقول لك اقف جون اعمل اي حاجه، هو ده كابتن محمد الشناوي كان واقف جون اي حاجه، اي كوره بتشوط عليه بتعدي من تحت ايده، غير كره الجون اللي انا كنت متاكد لو اي حارس ثاني كان واقف كان ممكن يشيلها، والكوره اللي شاط عليه بعدها وقعت من ايده. كانت في كوره في الدقيقه 60 المهاجم واخد الكوره من نص الملعب واول ما لمح منطقه الجزاء ودى شوطه اقل ما تقال عنها طريه، كابتن محمد الشناوي جه يمسكها وقعت من تحت ايده وكانت برضه هتروح في الجون. ففي مشكله واضحه عند كابتن محمد الشناوي، وكابتن محمد
محمد شناوي كمل على كده هيبقى هو سبب خروجنا من البطوله. طب احنا هنلاعب مين الماتش الجاي؟ احنا هنلاعب فريق جنوب افريقيا، ودول حباب كابتن محمد الشناوي، مكوينا وويليامز والناس الجميله دي اللي اول ما بتلمح كابتن محمد شناوي من بعد نص الملعب بتبدل له الكوره وهو بقى بيتفرج عليها. واستمرار للتكتيك اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها اللي كان كابتن حسام حسن بيلعب بيه. قرر عمر مرموش في الدقيقه 64 ياخد كوره ويروح بسرعته ويخش جوه منطقه الجزاء ويشمع واحده ولا اروع في الجون، ويبقى هدف التعادل بالنسبه لمنتخب مصر في المباراه بحل فردي من عمر مرموش. واول ما منتخب مصر جاب جول كابتن حسام حسن واقف على الخط ابراهيم عادل واحمد سيد زيزو. قلت اخيرا كابتن حسام حسن قرا الماتش وقرا ان هو لازم يضغط دلوقتي ويهاجم وينزل 2 مهاجمين عشان يقدر يجيب الثاني والثالث، بس كانت النتيجه كارثه. لان انا متوقع كابتن حسام حسن هو بينزل زيزو وابراهيم عادل قال لهم بقول لكم ايه اللي بقى يعمل حاجه فيكم حلوه يعملها، لان احنا شفنا ابراهيم عادل نازل عم بيشوط على الجون وبس، اي كره بيستلمها يفتح لبره ويحط في الجون وخلاص، ما بيلعبش مع حد ما بيباصيش بيشوط على الجون وبس. وعلى الناحيه الثانيه احمد سيد زيزو هو نزل سحب المنتخب لقدام شويه بس برده كان بيلعب فردي، وكانت اي كره بتجيله برده كان بيشوطها يوديها في المدرجات، وجات له واحده من عرضها لمحمد حمدي دخل بدماغه وضيعها برده، بس هو يعتبر كان احسن من ابراهيم عادل شويه. لحد ما جه الدقيقه 80 وشفنا التوتر عند كابتن حسام حسن والزعيق وان هو ازاي متنرفز، وده اللي وصل اللعيبه في الملعب. وشفنا منتخب مصر اخر 10 دقائق بطريقه عشوائيه ما فيش زي كده، اي لاعب بيستلم كوره بيشوط، اي لاعب بيعمل اوفر من غير اصلا ما في حد جوه منطقه الجزاء، اي لاعب بيشوط من اي حته وبيرفع من اي حته، عشوائيه لا مثيل لها. لحد ما ربنا يكرمنا في الدقيقه 91 وخطه كابتن حسام حسن يطبقها في الدقيقه 15، الكور الطويله تنفع، وفي كوره طويله مصطفى محمد بيستند لمحمد صلاح اللي بيستلم كوره ويحط كوره في الجون ولا اروع، ويبقى هدف الثاني بالنسبه لمنتخب مصر في المباراه. ولو جيت سالتك سؤال هو محمد صلاح كان حلو في الماتش ولا لا؟ غالبا هتقول لي لا، بس احب اقول لك ان محمد صلاح لحد اول ربع ساعه في الماتش كان هو الوحيد اللي بيحرك منتخب مصر، هو وامام عاشور. بس الخطه اللي كابتن حسام حسن قلبها وقرر يلعب الكور الطويله هي اللي قتلت محمد صلاح وخلت محمد صلاح ملوش وجود في الماتش. وزي ما اتكلمنا في اول حلقه مش هنختلف ان منتخب مصر كان مقدم اداء عالمي وراح باكتر من فرصه كان ممكن يجيب بيها اجوان، بس برده زي منتخب المغرب دي اول مباراه في البطوله واول مباراه في البطوله دايما بتبقى صعبه حتى لو بتلعب قدام خصم اضعف منك. فان شاء الله كل التوفيق لكابتن حسام حسن ويقدر يتدارك الاخطاء اللي هو عملها في المباراه، اذا كان الاخطاء التكتيكيه او الاخطاء الفرديه او حتى اللعيبه اللي نزلها واللي خرجها، ويقدر يلم كل ده ويذاكر منتخب جنوب افريقيا، لان منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي جدا جدا. ما يغركش اللعيبه بتلعب في اورلاندو بايرتس وبتلعب في صن داونز ده مديهم دفعه قويه جدا، ومنتخب اللي كسب فريق انجولا بنتيجه 2-1 وكان ماسك المباراه وكان مسيطر عليها بالطول والعرض فماتش مش هيبقى سهل بالنسبه لمنتخب مصر قدام منتخب جنوب افريقيا. هو ده يعتبر اول اختبار حقيقي بالنسبه لكابتن حسام حسن ماتش جنوب افريقيا اللي جاي، فلازم تذاكر كويس وتتدارك الاخطاء اللي انت عملتها وتلاقي احسن طريقه تلعب بيها المباراه. وبلاش والنبي يا كابتن حسام تلعب الكور الطويله قدام منتخب جنوب افريقيا لان هم عندهم اطوال وعندهم سرعات ياخدوا منك اي كور طويله، فنزل الكره على الارض والعب كورتك على الارض. احنا شفنا لعيبه الكره على الارض ازاي منتخب مصر ظهر بشكل كويس وكان ظاهر بشكل ما فيش احسن من كده. وكاوفرول تقييم المنتخب مصر قدام منتخب زيمبابوي 6 من 10. وتاني بقرر انا مش طالع بهاجم، انا طالع بس بتكلم على السلبيات والايجابيات اللي حصلت في الماتش، وكل الدعم وكل التوفيق بالنسبه لمنتخب مصر. دايما اول ماتش بالنسبه لمنتخب مصر ما بقاش احسن حاجه، شفنا في بطوله 2021 قدام منتخب نيجيريا خسرنا بنتيجه 1-0 والدنيا قامت على كروش، بس كروش في الاخر وصل نهائي. فكل الدعم وكل التوفيق بالنسبه لمنتخب مصر، وان شاء الله الماتش الجاي قدام جنوب افريقيا نقدر نكسبه بسكور ونكسبه باحسن اداء ممكن. فانا خلصت كل اللي عندي النهارده. لو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب في القناه عشان نجي بقى ان شاء الله تقول لي رايك في منتخب مصر في الكومنتات، واشوفك ان شاء الله يوم الجمعه بعد ماتش منتخب مصر. سلام عليكم.